السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال وفي أتم الصحة يا رب العالمين، وفي ستر كده وراحة بال يا رب دايما. قبل اي حاجة انزلي حطي اللايك واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انا بعمله، وحطي الكومنت بتاعك الحلو كده علشان خاطر اعرفك ان انت جديدة معايا وارحب بيكي يا حبيبتي. النهارده بقى اليوم كده كان من اوله لاخره بتاع جوزي، ربنا يخليه ليا. ربنا يخليك ليا بجد يا ابو كرمه، وما يحرمنيش منك ولا من دخلتك علينا يا رب، ولا يحرم اي حد من جوزها، ولا يا رب يعني ايه تشوف فيهم حاجه وحشه، ولا جوزها ولا عيالها ولا عيلتها يعني. بس هو بقى كده كان نزل اشترلنا بقى الحاجات دي بتبقى للفطار. الجبن بقى واللانشون وكده، ما بكترش لانشون لان انا اصلا منعاه عن الاطفال وكده. ده بيبقى لينا احنا بس. فنزل جاب لنا حبة الجبن دول عشان خاطر لما نصحى الصبح وكده يبقى عندنا فطار نفطر بيه. والاندومي ده بتاعي انا، اشتراهولي ليا انا. على فكرة مش باكله على طول، بس باكله كل فين وفين، يعني مثلا ساعات كده تبقي قاعدة عايزة حاجة تدفي بيها نفسك، فبقوم اعمل لي بقى ايه كيس اندومي كده بس. والحاجات دي علشان خاطر البنات، عشان خاطر كارما وهي رايحة الحضانة مثلا الصبح وكده بتاخد الحاجة دي عشان هي بتروح بدري وكده، فبتاخد معاها الحاجة دي من البيت. ما يعني بنزل من البيت على طول على الحضانة. والحاجات دي برضو للفطار بتاعت يعني كارما وكده. الكورن فليكس ده كارما بتحب تفطر بيه يعني بتحبه قوي. يعني الحاجات دي كلها كده يعتبر اصلا بتاعة العيال، بس ربنا ما يحرمنا منه ولا من دخلته علينا يا رب. ويا رب كده يجعل القليل في ايده كتير، وربنا يخليك ليا كده. وطبعا اشتريت شوية المشروبات دول عشان خاطر طبعا الشتا. عايزة اقول لكم هو بيحب الجنزبيل بالقرفة، وهو عنده برد بيحب يشربه. هو عامة اصلا بيحب. بس هو يعني احنا عارفين كلنا ان حاجة ازيس حلوة، بس انا عايزة اقولك ان ده ان هم مطلعين التقليد بتاع ازيس كان طعمه وحش قوي وعبارة عن تراب. ده بقى الاصلي، ده كنت مشتريه الصراحة من الصيدلية الاصلي. لكن اللي بيبقى في السوبر ماركت بس مش كله الصراحة، بيبقى مش عارفة، حاسة ان هو تقليد. انا بوريكم الفرق بين الورقة بتاعت دي الفرق بقى والورقة بين بتاعت ده دي. وبين ده. ده اللي فوق اليانسون ده الاصلي، هتلاقي العلامة المائية بتاعته اللي هي على جنب دي مش موجودة تحت. فانت تعرفي بقى ايه الاصلي مش من الاصلي. منتجات ايزيس كلها حلوة، بس اللي نازل منها يعني قلدوا يعني الشركة وكده مش حلو خالص 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 خالص. النهاردة بقى ايه اليوم كان من اوله لاخره بتاع جوزي. هو اللي بقى دخل قال لنا انا هعمل لكم الغدا النهارده. ربنا يا رب كده يخليه لينا. عايزه اقولك ايه بقى، ان الغدا ده كان سهل وبسيط، وبصي يعني ايه مش مكلف جدا، حاجات كلها يعني من البيت، وكان طعمه رهيب جدا. طبعا ايه جاب حله حط فيها بقى الماده الدهنيه، حطينا زيت. كنت عماله اقول له يا ابو كرمه الزيت ده كتير، يقول لي لا مش كتير، ما تتدخليش في شغلي. ملكيش انتي دعوه، انا اللي هعمل لكم الاكل النهارده. يا عم الزيت ده كتير، انت خلصت لي نص الازازه. يقول لي ده هم حبه صغيرين. كنا عمالين بنتخانق اصلا طول بقى التصوير بقى بتاع الفيديو ده. يا رب كده يخليه وما يحرمنيش منه يا رب، ويخلي لكم كل حبايبكم يا رب العالمين. بس كده نزل بقى قال لي بس انت حضري لي الحاجات دي. حضرت له مثلا، حضرت له يا بنات كيس مكرونه والفلفل الوان وطماطمايه، واللي هو الاصفر دوت، وطماطمايه وبصله كده تكون حلوه. وقطعت له اللحمه مكعبات صغيره. اللحمه كانت كده علشان خاطر احنا بقى هو ايه قامت كده في دماغه مره واحده، فكنت مطلعاها ودخلتها يعني الميكرويف وكده فكت، وبعد كده طلعتها ايه قطعتها علشان خاطر هو كان مستعجل. يعني احنا كنا جعانين جدا، انت عارفين الشتا وكده عايزين اي حاجه بسرعه كده تدفينا. بقى هو كده نزل باللحمه. هي بقى اللحمه برضو نزلت الماده الدهنيه اللي فيها.
والله العظيم كانت عايزه اقولك ان كانت الريحه، انا ما كنتش قادره ان انا اقاوم اصلا ريحه اللحمه كده. وهو ما شاء الله ما شاء الله والله العظيم يا بنات، نفسه حلو قوي في الاكل. يعني لما هو عامه اي راجل كده لما بيقوم يعمل اكل بتحسي اني مش، يعني هو الصراحه مش اي راجل، يعني في رجاله مش بتعرف تعمل كوبايه شاي حتى، فربنا يعينكم عليها. هو وانا جوزي برضو لما بيكون مزاجه رايق، انتوا بصوا بقى بينزل الحاجه، يعني انت، يعني انا لو انا هنزل الطبق كله كده مره واحده، لا هو بينزل الحاجه بقى ايه بتأني بقى، الاول البصل، بعد كده الفلفل، بعد كده الطماطم. والله العظيم بصوا، انا عايزه اقولك ان الخضار ده كله اللي مع اللحمه مش هتلاقيه اصلا في طبق المكرونه، هيكون بقى داب وخل، يعني داب كده، وكل طعم يعني طعمه بقى جوسي كده في المكرونه وحلوه قوي. هنا بقى ايه، ننزل بقى المكرونه، وننزل قصدي الخضار، واللحمه الاول ادها كده صدمه الاول في الزيت، وهيبتدي بقى يحط كوبايتين ميه علشان خاطر اللحمة يعني تستوي برضو شوية وتبقى ايه، حلوة كده، مش بتشد وانتي بتاكلي المكرونة، زيها زي المكرونة بالظبط. وهحط بقى مكعب الماجي، وهتقلبي بقى تقلبتين كده، وبصي شمي احلى ريحة. انا يعني هي دي اصلا يعني يعتبر المبكبكة، بس هو كان عاملها لي قبل كده بالفراخ، بس باللحمه بقى يا بنات جميله جميله جميله. عايزه تاكلي يعني انا لما بكون عايزه اكل المبكبكه دي ما باكلهاش غير من ايد جوزي، وبيبقى بصي بالنسبه لي يوم عيد كده، يوم ما يقوم يعمل لي الاكله دي. بس هيبتدي بقى يحط التوابل بتاعته، البهارات، ملح، كمون، فلفل اسود، بس ما تكتريش الملح لان انت حاطه ايه، مكعب ماجي، 7 بهارات، الكلام الجميل ده كله. وهي تاخد بقى غلوتين، وهتشمي بقى ايه الريحة، ياه، مش قادرة اوصفلك، يا ريت بقى اليوم ده يرجع تاني. حبايب قلبي بقى، يلا بقى انزلوا حطولي اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل جديد انا بعمله. واشتركي بقى في القناة عشان خاطر عيلتي كده تكبر بيكوا. وحبايبي كلكوا اللي معايا بشكركوا قوي 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 على تعليقاتكم الجميلة، ويا رب كده يديمكم في حياتي يا رب. هنا بقى ايه، هتحطي بقى الشطة على حسب بقى ايه ما انت عايزة، عايزاها مشطشطة حطي، مش عايزاها زي ما انت عايزة، يعني شوفي انت بتحبيها ازاي واعمليها. بس كانت طعمها حلو قوي قوي قوي. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. يعني بصوا مش اي حد بقى يعملها. هنا بقى ايه، كانت خلاص بقى كده، يعني غطيناها، وهي تاخد بقى غلوتين كده مع بعضيها. انا بوريكم بقى ايه شكلها، كل البصل بقى والحاجات دي كلها مش هتلاقيها خالص واحنا بنغرف المكرونه. كانت طعمها حلو قوي 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 قوي. عايزاكم بقى كده يا بنات تقولولي لو انتوا عايزين مثلا يعني عندكم افكار فيديوهات هعملها لكم ان شاء الله، قولولي في الكومنتات. بس بالله عليكم انا عايزاكم تشيرولي الفيديوهات بتاعتي على الواتس، على الفيس، على اي حاجة عندكم، علشان خاطر يعني القناة تكبر بيكم كده. يعني بعتوها لاي حد من قرايبكم على الواتس، الكلام ده كله. ان شاء الله الايام اللي جايه هنعمل برضو فيديوهات حلوه قوي مع بعض. تفريزات رمضان، الخضار بتاع الشتا حلو قوي 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 اليومين دول، نقدر نجيبه ونفرزه.
بيبقى حلو قوي. اصلا خضار الشتاء بيبقى مسكر. هنا بقى نزلت بقى ايه بكمية الطماطم اللي عندي. انت هتحطي الطماطم على حسب الكمية اللي انت عاملاها من المكرونة. احنا كنا عاملين كيس، ممكن انتوا مثلا تكونوا اكتر تعملوا مثلا اكتر من كده، فبتكتري بقى في كل حاجة في الكمية وفي كمية اللحمة بقى والحاجات دي كلها اللي احنا حاطينها. هنا خلاص. يا رب يعيد علينا الايام بخير كده يا رب، ولا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. هنا طبعا نزلنا بالمكرونه، اديناها كده تقليبه بسيطه، اللي هو عشان خاطر ايه ندخل كله كده نعمل ميكس كده مع بعض. بس هبتدي بقى ايه، يعني هنعملها بقى ايه، هنحط كوبايه نص كوبايه ميه كده. هنحط نص كوبايه ميه كده يا بنات. والله العظيم الاكله دي بصي في عالم تاني في قلبي، والله العظيم بجد في قلبي. بحبها قوي 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 قوي. انا اصلا من عشاق المكرونه. اي مكرونه لو كلت كل ساعه مكرونه ما بزهقش منها. اللي زي كده يكتب لي بقى في الكومنتات. بس هنوطي عليها حاجه بسيطه كانك بتعملي قهوه. شفتي انتي الشعله كده، يعني شعلة بسيطة خالص كده كأنك بتسوي القهوة كده بقى. كانت خلاص. انا بوريك ان هي اصلا انا يعني انا كمية الزيت اللي احنا حطيناها دي كتير. انا عرفت جوزي كان حاططها كتير شوية ليه، علشان برضو علشان خاطر المكرونة ما تكونش متعجنة وما تلزقش في بعضها. الواحدة كانت بوحدتها. كده كانت خلاص كده بقى ادها بقى كده خدت غلوة، وادها كده تقليبة كده بسيطة خالص. وهيبتدي ان هو برضو ايه هيغطيها تاني مفلفلة. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى الجمال والحلاوة والبص. مش قادرة اقولك على طعم المكرونة كان عامل ازاي. على فكرة المكرونة دي لو سبتيها، لو ما كلتيهاش سخنة عادي، لو سبتيها ورجعتي مثلا لو كلتي منها وسبتيها في الحلة دي، مش اللي هي ممكن تلاقيها متعجنة كده في بعضها، لا. المكرونة دي كانت طعمها بصي فوق الخيال. كانت حلوة قوي مع اللحمة بقى. مفيش اي مفيش بصي الخضار ولا البصل باين، عشان لو عيلك ما بيحبوش الاكل فيه بصل، ولا البصل باين ولا الفلفل باين ولا الطماطم باينه. مفيش غير اللحمه بس. كله ده في قلب بعضه كده وادى طعم جميل 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 جميل. جربي الطريقه دي هتعجبك قوي. حلوه قوي 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 قوي. هتعمليها جنب اي حاجه. اهم حاجه ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. واهم حاجه تشيري لي فيديوهاتي يا قمر. اشوفكم على خير.